أصحابنا عاملين إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده تحدي ايه بقى يا ادم انت وحبيبه؟ لا ده مش تحدي، ده شاورما. لا بس تحدي. انا عملت لهم كل واحد منهم طبق ايه زي التاني، يعني عشان ما اظلمش حد، عشان ما حدش يقول لي يا ماما انت ايه، انت حاطه لي كتير وحاطه للتاني قليل. في كاتشب، حاضر اجيب لكم كاتشب، بس النهارده تقولوا لاصحابكم النهارده انتوا بتعملوا ايه. ده تحدي شاورما سوري، انا عملتها لهم في البيت يعني على قد كده، الله. بيحبوها. وبصراحه يعني الحاجه بره بقت غاليه جدا، فعملناها في البيت. 4000 جنيه. مم. يعني هي حاجه بسيطه يعني، مش صعبه ان انت تعمليها في البيت يعني. فان شاء الله قلتوا بسم الله الرحمن الرحيم في الاول. كلفت يعني نص كيلو بانيه بس. حوالي 200 جنيه كده. 200 جنيه ليه لا، بدي؟ نص مع الكيلو ده. لازم الكاتشب، ما ينفعش ناكل من غير كاتشب. الكاتشب ده عشق حياتي. عش. اسمه عش، اسمها عشق حياتي. مش عارفة افتح معاك. احسن برضه، اللي مش عارفه تفتحيه انا ايدي مشغوله برضه. طب كلي التوميه، هي الشاورما بتتاكل بالتوميه يا حبيبه. حاضر افتحهولك، تعرف تفتحهولها انت يا ادم؟ هو ادم دلوقتي اصحابنا مشغول، عايز يلحق ياكل ويخلص عشان عنده حلقه القران بتاعته، يعني هو كمان متعطل. ايه رايكم في الشاورما؟ بس قلنا لا برضو ما ينفعش ناكل من غير اصحابنا. ايوه من غير اصحابنا، لازم يتفرجوا علينا ويقولوا ايه راينا، ايه رايهم في التحدي. استنى اعمل. يلا اللي هيكسب بقى التحدي ده هنعمل معاه ايه، واللي هيخسر هنعمل معاه ايه. انا جبت فلفل كتير النهارده. يعني انا محضره العقاب اهو، وبراحتكم اللي انتوا تختاروه. عايزين تختاروا عقابكم ايه؟ يا اصحابنا يختاروا ايه العقاب، تختاروا لهم انتوا ايه. اللي يخسر في التحدي ده، اللي يخسر في التحدي ده يتعاقب ايه. بس ما العيل اللي يرجع في كلامه. معلقة شطة، معلقة شطة من بتاعة التوابل بتاعة دي، معلقة. اللي هي توابل البطاطس. سهلة ده على اساس انتي بترضي تاكلي الفلفل يعني الحراق عشان تاكلي الشطه. ما هي بتحبها. المشكله ان الشطه ديت بتاعه التوابل بتاع البطاطس والله بتخلي الواحد يكح جيم. انا نفسي اول ما بحس كده ان هي كلت منها حبه بسيطه كده بعد ما بتبل لهم بيها البطاطس، بقعد اكح يعني كحه. طعمها حلو بصراحة. ما ده اللي هيخسر. انا بص فاضل لي 3. شاطر يا ايه. يا ابن انتي بتاكلي نونو طيب. خلاص اديها لادم ديت اللي فيها الخضار، اديها لادم اللي انتي اكلتي منها دي. ادم بيحب اللي هو فيها فلفل. انا حاطه فيها فلفل رومي. هي الشاورما بتاعتها طبعا يا اصحابنا انتوا خلاص عرفتوا حبيبه بتاكل اي حاجه ما فيهاش اي خضار. انا كنت حاطه في الشاورما مع الفراخ حتت كده 3. طرنشات فلفل انا رومي. مع 4. لكن هي ببصوا بحط لها البطاطس بتاعتها والفراخ البانيه بس، من غير اي حاجه تاني، من غير اي خضار، عشان دي بتغلبني، دي بتطلع عيني دي في الاكل. لكن ادم والله جدع بياكل كده من غير ما يقعد يقول لي ايه يا ماما. حتى ما برضاش احط لها بصل ولا طماطم، في ناس بتحب بحب تحط أدلع بصل شوية. وطماطم وفلفل الوان بحب اتدلع على الشاورما. لا يا اختي ما تدلعيش، تقولي الحمد لله على كل حاجه ونعمه ربنا تقولي فيها الحمد لله. بيحطوا خيار مخلل برضو في المطاعم، خفت برضو اللي انا اعمل لكم خيار مخلل واحطه لما لكم بنطلب ما اكل ترضوش من بره تاكلوه. بيكون في شاورما، بيكون جايبين في علبة خيار كده. مخلل وفي المخلل بتاعه بتبقى في علب جزر وايه تاني ولفت، بيبقوا حاطين عليه لون احمر جميل كده اللي هو البنجر. الله. انا دقت مرة البتاع ده. طب كلي، ادم بيخلص. ايه نعم هو لحق. عايزة مناديل بصراحة. امسحي طيب، خدي منديل وامسحي. امسح اللي انا لغوطوا بيا ده. ايه يا ادم، شكلكم انتوا الاتنين اللي هتخسروا. احنا الاثنين. حاول ليش تملى بطنك كمل يا دلوقتي؟ جماعة. انا مش هفتح تاني كيس كاتشب عشان نخلص التحدي. انا افتح، هعتمد على نفسي شوية. مش مشكلة. يلا يا ادم، هوب اجري بسرعة يا عم حسين. انا بس هخلص الطبق كله وانا هاكل كل اكل يا ماما وانا مش عارف ايه.
مع اول لقمتين وبتقول ايه خلاص مش قادر. هات طبق التوميه عشان يبقى قدام اختك يعني، بدل ما انت مبعده خالص عنها. قربنا نخلص ولا قربنا. ايه؟ هما شكلهم هما الاتنين ايه هيكسبوا التحدي ده. من اول ما الاثنين. الفراخ خلي بالك بتقع في التوميه. مش مشكلة. هما النهارده ما فطروش، استنوا لغايه ما الشاورما تخلص، فعشان كده ايه جعانين. انا قلت احسن خليهم يجوعوا عشان ياكلوا اكلهم كله قبل ما يروحوا حلقه القران بتاعتهم. مين بقى سمى الله ومين ما قالش بسم الله؟ بسم الله أول وآخر. طب قولي بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا لاصحابنا بقى ايه، قولوا لنا في الكومنتات بتحبوا شاورما زينا؟ يا بني. يا بني لسه بدري. بتحبوا زينا الشاورما؟ تحبوا تعملوها في البيت؟ في حد ما طريقتها يحبش سهله مش صعبه الشاورما؟ والله. في حد ما يحبش الشاورما يا جماعة؟ ده هما هنا بيحبوها جدا، فعشان كده قلت يعني حرام. حاجه من بره غاليه جدا، احنا نعملها في البيت احسن. متحمر وكله تمام اه. بصراحة قوي عن زي بتاع البره. مرضيش احطه لهم كده يعني، حبيت ان انا احمره لهم تاني في الطاسه كده من فوق. لا بصراحة كده أحلى عن شبه اه. مطعم. شبه بتاع بره. احنا نفتح مطعم شاورما. لا مش للدرجه دي، ايه كده هيقفل من اول يوم. ايه يا ابني؟ ولا تخلص ولا ايه؟ انا ما عنده كبار شد بصراحة. حيلك. باكل الاكل ببلع معاه شوية مية انا مش راضيه اجيب لكم ميه عشان ما تبنوش بطنكم. فبطني. لو شربت ميه مش هترضى تاكل تاني. كلوا يلا واشبعوا الاول. حبيبه قلنا نونو نونو. ينفع كده؟ في حد ياكل الشطة؟ بص ايه ده من غياظ ده. ده غياظ. لا هما الاتنين على فكره ايه. شكلهم كسبوا التحدي. لا من ايه؟ ايه ده امسحي مفتري ده يا التومية. جماعة. مساحة تومية يلا. شاطرة. ايه قول لاصحابك تعالوا ساعدونا. تملى ولا ايه؟ الخزان بتاع قربت. الخزان بتاعك قرب يملى. انا هخلص من هو هنا. الخزان اتملى لوحده. هخلص اكل من هنا 10 لتر ميه. مش قادر. انا هجيب لكم حاضر ميه والله، بس خلصوا اكل. شوف حلو ازاي بتقرمش شويه عشان حمرت لك الحتت بتاعتك انت. حبيبه خسرانه، عشان والله بيبقى طعم الفلفل الرومي وكده وعليها توابل بتبقى حلوه. الواد ده مفتري يا جماعة. امسحي ايدك في المنديل يا اسف يا جماعة. ادم فيص. بطني باظت. مش قادر عايزة اشرب بق ميه. كده اروح اجيب لك ميه حاضر. كفايه ميه، كفايه ميه، مليتوا بطنكم ميه شربت لتر ميه. كده. على فكره التحدي يعني هيفضل زي ما انتم متعادلين، مين قال؟ محدش كسب. انا بصراحة مش قادرة. مليت بطني بالميه. ما هو ادم هي بتاكل في القطعه اهو التانية يعني باقي قطعه ونص، وهو برضو نفس النظام قطعه ونص اهو بياكل في التانية. ايوه كلي طيب. لسه قطعة مش قطعة ونص. امم ربع قطعة. شكل ادم هو اللي هيكسب. وهتشربي معلقة خل. ادم هو اللي هيكسب. مم. يبقى حبيبة هي اللي هتتعاقب. اتفق. اتفقني. على فكرة انتوا الاتنين مش قادرين تخلصوا. مين قال؟ انت بتحشر عشان تكسب التحدي. الحمد لله. فاضل لي انجاز واحد بس القطعة دي. هو كده يعتبر انتوا متعادلين، هي قطعة وهو قطعة. يا ابني دخلت على القطعة. والله مرضيتش احط لهم كتير. لا هيخلص الاول والقطعة بتاعته تخلص ببقه هو اللي كسب. مش هنقعد عندي التاني ده فقري. هو اللي فقري. انت كسبتني في تحدي البيتزا. مش قادرة تاكلي تاني خلاص ما تغصبيش على نفسك. خلاص أنا يبقى اللي ادم كسبت. هو اللي كسب.
وعلى فكرة يا حبيبة عشان ما تقوليش اللي احنا ظلمناكي، فاكرة الحتة بتاعتك اللي كان فيها فلفل رومي هو اللي خدها، يعني المفروض كنت انت اللي اكلتيها صح يا اصحابنا لو فاكرين في اول الفيديو. يبقى كده محدش ظلمها، هو اللي المفروض هيبقى كسب. انا هقفل معاكم بقى دلوقتي يا اصحابنا معلقة الفلفل. لغاية اما هفكر لهم في عقاب جامد. هاتي معلقة بتاعنا. وعايزاكم تقولوا لنا في الكومنتات الشطة ايه بتاعتي. رأيكم. ايوه لا انا هخلي اصحابكم اللي يحكموا عليكي ويقولوا لنا في الكومنتات نعاقبها بايه. وادم نجيب له حاجه حلوه ايه. بصي يا اصحابي، يلا بقى احنا مش تعرفوا هنطول إن أنا عشان مش الفيديو بحب ولا ما فلفل رومي ولا يطولش. فلفل حراق، فأنتوا عشان ما تفهموش أبداً. يلا نقول لاصحابنا يا رب نشوفكم على خير، يا رب أنا يكون أقدم التحدي منها ده بصلاية. عجبكم. بصلايه ادم بيقول نعمل لها بصلايه. ونشوفكم على خير. أوكي. يلا مع السلامه. باي. سلام.